السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا رحلة إلى الذات. موضوعنا النهاردة عن الحاجات والرغبات. كلنا بنطمح ونحلم بحاجات كتير ودايما بنفتكر إن هي دي المناسبة لينا، وممكن مع مرور الوقت نكتشف إن تفكيرنا كان غلط، وإننا مش دايما بنقيم الأمور بمقدارها الحقيقي. يعني مثلا أنا عاوز أكل مكرونة بشاميل أو بطاطس محمرة واستمتع بيها مع شوية كاتشب مثلا، لكن في الحقيقة أنا محتاجة أحافظ على جسمي اللي هيخليني أظهر بشكل كويس وجميل ويخليني مبسوط. يعني اللي انت عايزه غير اللي انت محتاجه، بمعنى انك ممكن تكون نفسك تبقى دكتور بس ما تعرفش تشتغل دكتور، وده للأسف بنلاقيه في مهن كتير قوي. ومن هنا ظهرت فكرة الشيفت كارير اللي كان بيناقشها الإعلان اللطيف اللي هو انت مكانك مش هنا. وبرضه من النماذج اللي شفتها مؤخرا ان حد حلمه يسافر برا البلد، في حين انه بيطلع برا اوضته بالعافية وما بيعرفش يواجه المجتمع الضيق اللي حواليه، ما بيعرفش اصلا يخرج برا الكومفورت زون بتاعته. كان في برضو مشكلة على النت قريتها ان واحدة بتقول ان جوزها بيضربها بشكل مستمر وهي بتحبه وما تقدرش تعيش من غيره، فهي كده مش فاهمة ان دي حاجة بتأذيها وما ينفعش تكمل فيها، لان فعلا الحاجات اللي احنا عاوزينها غير الحاجات اللي احنا بنحتاجها. وارد تكون بتصبر عشان اولادها او اي اسباب تانية، بس ان كان السبب لازم نحدد احتياجاتنا كويس قوي وهل تتناسق مع رغباتنا ولا لا. عمرك سألت نفسك انت نفسك في ايه؟ وهل اللي نفسك فيه ده مناسب معاك ولا لا؟ يعني انا مثلا بحب فلان ولا لا؟ هل يتناسب معايا ولا لا؟ في بنات عندها حب السيطرة، فاكيد مش مناسب معاها ابدا انها ترتبط بحد يكون عنده حب السيطرة وتكون في قصة حب ما بينهم وفي الاخر القصة بتفشل. ليه؟ لانهم مش متناسبين مع بعض ولازم حد يتنازل. وآفة العصر الحالية ان محدش بيتنازل للأسف، فبتكتر حالات الانفصال. وكمان برضو تلاقي واحد بيحب واحدة ومش في نفس مستواه، في الاخر يقولك ايه، سيبنا بعض. ما يا حبيبي انت اخترت اللي انت عاوزه مش اللي انت محتاجه. الخلاصة يا جماعة انت محتاج تحدد انت عاوز ايه، وتعرف رغباتك هل دي تنفع معاك ولا لا، مناسبة معاك ولا لا. وقفة كده مع النفس بدري صدقني هتفرق كتير معاك، بدل ما انت بتلاقي نفسك بتلف في دايرة ومش فاهم ايه اللي بيحصل معاك ده اصلا. شكرا ليكم ولاستماعكم، وبتمنى اكون وصلت الفكرة بشكل بسيط. ولو عجبكم الفيديو ده بتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا رحلة الى الذات. شكرا ليكم، مع السلامة.